صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من Randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب وانتوا بتسمعوني. وحشني اني اسجل الحلقات جدا 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 ومتحمسة قوي لحلقة النهاردة، واعتقد انها هتكون حلقة طويلة شوية. فجهزوا كوباية كده من مشروبكم المفضل واسمعوا الحلقة دي في وقت روقان، ويلا بينا نتكلم سوا عن الاكسبوجر او التعرض، وازاي دي حاجة بتفرق معانا وفي وعينا وتطورنا الذاتي. مبدئيا خليني افهمكم قصدي بمفهوم او فكرة التعرض. هو انك ببساطة تسمح لنفسك انك تتعرض للتعامل مع اشخاص وثقافات او حتى مواقف واشياء مختلفة عنك او جديدة عليك، وتجرب ده وتتفاعل معاه سواء كانت التجربة السلبية أو إيجابية، لأن ببساطة هو ده اللي هيعلمك. هيلين كيلر ليها مقولة بتقول التعرض للصعاب هو ما يحفز النمو الشخصي، فبدون تحديات لا يمكن أن نكتشف إمكانياتنا الحقيقية. وفي رأيي إن التعرض مش بس للصعاب والتحديات في الحياة، لا هو مفهوم واسع جدا ويقدر ياخد أكتر من شكل أو طريقة في حياتنا. يعني مثلا أول شكل ليه نقدر نقول عليه التعرض للمعرفة، وده إنك تكون بتطلع أو بتبحث دايما في مجالات مختلفة في الحياة غير المجالات اللي انت شايف إنك مهتم بيها. من فترة مش كبيرة قوي كنت شخص شايف إنه مش مهتم بأي حاجة تخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل الحاجات دي، لغاية ما بالصدفة بدأت أبحث وأعرف أكتر عن الموضوع، واكتشفت إنه حاجة حتمية وداخل في كل حاجة دلوقتي، والعالم كله أصلا متوجه لاستخدامه، وإني فعلا أقدر أستفيد منه واستغله في حاجات كتيرة قوي. كل ده حصل بمجرد بس ما إني اديت لنفسي الفرصة إني أتعرف على المعلومات دي أكتر. أنا كنت شايفة أو واخدة فكرة من بعيد إني مش مهتمة بيها أو إنها حاجة مش مناسبة لشخصيتي مثلا، واكتشفت إني حاكمة على الموضوع إنه مش مناسب ليا من قبل ما أعرفه أو أجربه كفاية. وده للأسف كان يعني منظور ضيق جدًا، جدًا، لإنه ببساطة أنا لو ما دُقتش الأكلة ما أقدرش أقول عليها هي حلوة والّا لأ، وما أقدرش أقول عليها أنا حبيتها والّا لأ. اللي أنا حابة أقوله من ده إنه دايمًا ادّي لنفسك الفرصة للمعرفة والاطلاع على حاجات مختلفة وجديدة عنك، وده مش بس عشان الثقافة العامة مهمة وبتسهّل لنا حاجات كتيرة أوي، لكن كمان عشان دي حاجة بتخلّيك updated أو عندك علم بكل حاجة بتحصل في العالم حواليك، وبالتالي مواكب للعالم ده. كمان عشان دي حاجة بتخلّيك تكتشف ميولك الحقيقية ومفضلاتك والحاجات اللي أنت فعلًا بتحبها ومهتم بيها، وبيعلّمك skill مهمة أوي، أوي دلوقتي، وهي إنك تبقى شخص عنده بُعد نظر، مش بيبُص تحت رجله زي ما إحنا بنقول كده بالبلدي. الشكل التاني بقى من أشكال التعرُّض هو إنك تتعرّض للتعامل مع أشخاص وثقافات مختلفة عنك. عارفين الصورة اللي هي فيها شخصين واقفين قصاد بعض وفي النُص على الأرض رقم مكتوب بالEnglish، واحد فيهم شايفه 6 والتاني شايفه 9 وما فيش حد فيهم نقدر نقول عليه غلط، واللي هو يعني الصورة بتحاول تقول لنا إنه مش لازم عشان وجهة نظر الشخص التاني مختلفة عنك فهو كده يبقى غلط، ودي حاجة فعلًا حقيقية جدًا، جدًا، لإنه بعيدًا طبعًا عن الثوابت الدينية، فمعظم الأمور في حياتنا ما فيهاش صح مطلق وغلط مطلق، بس فيها وجهات نظر مختلفة، كل واحد بيشوف الموضوع من رؤيته ومنظوره الشخصي، وطبعًا كل حاجة بتختلف على حسب الموقف ومعطياته وهكذا. دي بقى حاجة مهمة أوي من الحاجات اللي بيعلمها لك التعامل مع أشخاص وثقافات مختلفة. مش بس كده، كمان دي حاجة بتنمي عندك مهارات التواصل واللي هي من المهارات المهمة جدا جدا، وبتساعدك وبتخليك تعرف تتعامل مع الناس عموما في الحياة اليومية. احترام الناس وآرائهم واستيعاب أسبابهم ودوافعهم وثقافتهم حتى لو كانت مختلفة عنك بيخليك تفهم وتحس بيهم أكتر، وبيبقى عندك تعاطف تجاههم أكتر من مجرد الحكم المسبق عليهم بشكل سلبي وخلاص. وده بيزود عندك حاجة اسمها ال emotional intelligence وال social intelligence أو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، وده بيخلّي الناس تبقى منفتحة ليك أكتر، وبيحسّن من جودة العلاقات عمومًا في حياتك. كمان ده بيخلّيك شخص فكره واسع جدًا، جدًا،
شايف الحياة بصورتها الأوسع والأجمل، مستعد دايمًا إن هو يستفيد ويتعلم من كل الآراء والخبرات المختلفة دي، وأكيد ده بيساعده يكوّن رأي وفكرة أفضل بكتير كمان. الشكل الأخير بقى اللي حابة أتكلم عنه من أشكال التعرُّض، وهو اللي هيلين كيلر ذكرته في المقولة اللي قُلناها في أول الحلقة، وهو التعرُّض للتحديات أو المواقف الصعبة أو اللي هي نقدر نقول عليها برّه منطقة الأمان والراحة بتاعتنا بغرض التعلُّم. ستيفن بارلett ده رجل أعمال ومؤثِّر بريطاني ومقدِّم بودكاست The Diary of a CEO. كان قال في حلقة بودكاست كده كنت استمعتها له كانوا مستضيفينه فيها إن الطريق الحقيقي والأهم للتعلم والمعرفة مش إنك تقرا كتب كتير وتبحث كتير أو إنك تسمع مثلا بودكاست كتير أو غيره، بل إن الطريقة الأهم لاكتساب الخبرة والتعلم الحقيقي أو اللي احنا نقدر نسميها كده اللي هي بيقولوا عليها lifelong lessons أو اللي هي دروس تفضل متعلمها وتكمل معاك بقية حياتك، هي إنك تبدأ تاخد actions وsteps أو خطوات وتنجح وتفشل وتقع وترجع تاني تقوم وهكذا. كمان كان قال برضو إنه هو أصغر شوية تقريبا كان في الكلية أو المدرسة مش فاكرة بالظبط، اتحط في موقف إنه يتكلم قدام زمايله، وقال إنه كان متوتر جدا لدرجة إن إيده كانت بتترعش ومش عارف يقرأ من الورقة اللي ماسكها، وفي النهاية ساب القاعة أصلا وخرج. وقال إنه الموقف ده وغيره من المواقف اللي شبهه هي اللي خلّته بعدين يعرف يطلع ويعمل لقاء مهم مع أوباما شخصيًا. طبيعتنا كبشر إننا بنتجنب الحاجات اللي مخيفة بالنسبة لنا أو برّه منطقة الأمان والراحة بتاعتنا، بس لو إحنا عاوزين نتعلم حاجة أو نتخطى مشكلة معينة عندنا، ده هيحصل فعليًا بإني أتعرّض لمواقف أكتر أتحدى فيها مشكلتي أو خوفي ده. يعني خلّينا مثلًا ناخد مثال الشخص اللي بيرتبك أو بيتوتر جدًا لمّا بيتكلم قدّام ناس كتير. الشخص ده عشان فعلًا يتعلم أو يكتسب المهارة دي، لازم يعرّض نفسه لمواقف هتخلّيه يتكلم قدّام ناس كتير، لغاية ما مرّة ورا مرّة هيتعلم ده، وكمان ممكن يوصل لدرجة إن دي هتبقى حاجة سهلة بالنسبة له. في حاجة اسمها neuroplasticity أو التشكيل العصبي تقريبا بالعربي، فكرتها إن كل ما اتدربت على حاجة أكتر وفضلت ملتزم إنك تمارسها كتير أو يعني أيا كانت الحاجة دي إيه، كل ما عقلك بقى عنده القدرة على ممارسة الحاجة دي بإتقان وسهولة وشطارة أكتر. كمان في حاجة في الطب النفسي اسمها exposure therapy أو العلاج بالتعرض، دي طريقة بيستخدموها لعلاج كتير قوي من أنواع الفوبيا والخوف أو القلق. بيخلّوا فيها الشخص اللي بيعاني من الفوبيا أو الخوف من شيء معيّن، إنه يتعرّض بشكل تدريجي للحاجة دي، لغاية ما يختفي الخوف ده تمامًا، عشان ده بيدّي للشخص تصوُّر ومعتقدات حقيقية واقعية عن الحاجة، فبالتالي بيحصل له نوع من أنواع التعوُّد عليها، وبيعرف إنها مش حاجة مخيفة زي ما هو كان متصوّر. كمان بيدّي له ثقة في نَفْسه وإنه قادر يتعامل مع الحاجة دي. خد الكلام ده بقى واسقطه على حياتك عموما. الفكرة ان الموضوع ده مش بيبقى سهل ابدا. اعرف انك وانت بتحاول تعمل ده هتمر بمشاعر كتيرة مش لطيفة من القلق والخوف والإحباط، لأنه غالبا بيحتاج وقت وغالبا مش هتنجح من أول مرة. كمان هتمر بأفكار كتيرة سلبية زي شكلي كان عامل ازاي والناس هيقولوا عليا ايه وغيره، بس اعرف انك فعلا في كل مرة بتفشل فيها بتكون أقرب بخطوة فعلية للنجاح. وعيك بالمشاعر والأفكار دي وإنها valid أو مقبولة وطبيعية جدا هيخليك تعرف تتعامل معاها صح، وما تخليهاش توقفك وتتقبلها على إنها جزء من الرحلة دي. كمان ده بيزود عندك مهارة إنك تعرف تفصل ما بين مشاعرك وما بين الأكشنز أو الخطوات والأفعال اللي بتاخدها في حياتك. كل مرة بتتحدى فيها نفسك ومخاوفك، قد ما إن ده بيكون صعب، قد ما إن ده بيزود ثقتك في نفسك جدًا، وبيعلمك المرونة في التعامل مع المواقف الصعبة والأزمات. طيب كل الكلام ده حلو جدًا، جدًا، بس في حاجة اسمها mere exposure effect أو تقريبًا بالعربي التعرُّض البسيط. ده معناه
إن كل ما إحنا بقينا بنتعرّض لحاجة أكتر، كل ما بديهيًا الحاجة دي بقت مألوفة أكتر بالنسبة لنا، وبالتالي عندنا ميول تجاهها أو بنحبها أكتر. عشان كده بالمناسبة الشركات اللي عندها منتجات مشهورة جدًا وكل الناس عارفاها، عمرها ما بتبطّل تعمل إعلانات تعرض فيها منتجاتها وتخلّينا شايفينها طول الوقت. كمان ده نقدر نقول إن هو بيفسّر لنا ميولنا دايمًا ناحية الحاجات اللي إحنا عارفينها أو مجرّبينها قبل كده، بس كمان ده يخلّينا ناخد بالنا من حاجة مهمة أوي، أوي، وهي إننا ناخد بالنا إحنا دايمًا بنعرّض نَفْسنا وعقلنا على إيه ولمين، يعني الموضوع لازم يبقى فيه توازن، لإنه ممكن يخلق مشكلة في معتقداتنا أو حتى ديننا للأسف. فحاول دايمًا تبعد عن الحاجات اللي ممكن تبوّظ معتقداتك الشخصية الأساسية المهمة بالنسبة لك أو الثوابت الدينية. التعرُّض بشكل عام بمفهومه الواسع المتوازن ده فعلًا حاجة مفيدة جدًا، جدًا، وأداة مهمة عشان نطوّر من نفسنا ونزوّد المعرفة اللي عندنا سواءً عن الحياة عمومًا أو حتى عن نفسنا، لإنه بيكشف لنا حاجات ممكن ما نكونش مدركينها أصلًا عن نفسنا، فبالتالي بيزوّد لنا الself awareness. كمان بيزوّد قدرتنا على الcreativity أو الإبداع، وبيخلّينا أشخاص open minded أو منفتحين بالمعنى الحقيقي للكلمة دي، وهو فعلًا حاجة أنا لامسة أثرها بشكل كبير أوي، أوي في الفترة الأخيرة في حياتي، وعشان كده حبيت أعمل له حلقة لوحده وأتكلم عنه بشكل واسع وعميق، عشان فعلًا هو حاجة فرقت معايا أوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. هتبسط قوي لو بعتولي رأيكم على سبوتيفاي أو على منصات سوشيال ميديا بتاعتي أو حتى على الأكاونت الخاص براندوملي على الانستجرام. هو لسه جديد بس تابعوه عشان إن شاء الله هحاول أنزل عليه كونتنت الفترة اللي جاية وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. كمان لو عجبتكم الحلقة اعملوا لها شير عشان ده بيساعدني أوصل لناس أكتر. في النهاية حابة أقول لكم شكرًا إنكم هنا، شكرًا إنكم استمعتوا للآخر، ما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وسوريا والسودان وكل مكان، وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من randomly. باي باي.